يعني الانديه الشعبيه، المصري، الاتحاد، الاسماعيلي، الانديه دي بتبقى يعني ما عندهاش موارد، بالفعل حقيقة. وبتصرف يعني نجيب هي دي يا استاذ عطيه المشكله اللي الانديه الشعبيه سواء المصري او او الاتحاد او الاسماعيلي. الاستاذ محمد مصلحي بيصرف من جيبه، متحمل كل الصفقات، وراجل ما شاء الله بيفكرني بالراحل سيد متولي الله يرحمه. بالنسبة للنادي الإسماعيلي برضو الأستاذ إبراهيم عثمان عنده مشاكل طاحنة. بالنسبة للنادي المصري برضو الأستاذ سمير حلبية رئيس النادي بيصرف، مش بيصرف من جيبه تبرع، لا هو بيصرف مؤقتا لحين ورود مال يسترد الأموال اللي هو صرفها. لكن المشكلة الحقيقية اللي بتعرض الأندية الشعبية دي إن هم ما عندهمش موارد ثابتة. فاحنا بنتكلم على النادي المصري خاصة ان انا بورسعيدي. طب النادي المصري النهارده موارده محدودة جدا، ما عندكش الا موارد سواء اشتراكات ضئيلة جدا ما بتعملكش في السنة حوالي 2 مليون جنيه، اشتراكات بعض الالعاب برضو في حدود 2 3 مليون جنيه. فانت بتعتمد على السيد المحافظ، ومشكورا السيد المحافظ خلال الفترة السابقة كان هو الداعم الاول والاخير للنادي المصري، لكن بقاله 4 شهور ما بيدعمش النادي المصري. ما فيش الا من 15 يوم صرف شيك لفندق المعسكر اللي هو يعني موجود في اسكندريه بمليون ونص. فحضرتك النهارده لازم تكاتف من رجال الاعمال او من اصحاب المصانع الموجودين في بورسعيد، ان هم يقدروا السيد المحافظ يعمل اجتماع معاهم بحيث ان كل حد مسؤول يقدر يساند. لان طبعا انت هتخوض الموسم اللي جاي عندك التزامات طاحنه جدا. انت بتتكلم في عقود، انت دفعت مقدمات عقود، فبالتالي ملزم انك تديهم بقيه العقود. عندك مرتبات اكيد لعيبه، عندك مرتبات العاملين في النادي. انتقالات، مؤتمرات، يعني معسكرات. دي كارثة. انت بتتكلم في معسكر، دي بقى كارثة تانية اللي احنا لازم نتكلم فيها وبكل صراحة ووضوح. انت بتتكلم النادي المصري بقاله 8 سنين مهجر بره ارضه، 8 سنين بيعاني مشتت، بيتسوى الملعب سواء برج العرب سواء اسماعيلية. وللأسف اسماعيلية رفضوا ان احنا نقيم مباريات النادي المصري عندهم في خلال الموسم اللي جاي. السويس طبعا برضو بعيدة. فانا بقول لحضرتك ان الارجح هيبقى مباريات النادي المصري خلال الموسم الجديد ان شاء الله هيكون في برج العرب، لان المساله صعبه قوي 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 قوي. الامن رافض اقامه المباريات في بورسعيد، سواء في نادي المريخ او في نادي بورفؤاد. فانت بتتحمل تكليف معسكر بتكلفك في حدود 10 مليون جنيه في الشهر، سواء ايجار ملعب ب 120 الف جنيه سواء اقامه فندق. فالمبالغ ده هتيجي منين؟ يعني المبالغ ده هتيجي منين؟ الشركه الراعيه قللت الرعايه السنويه، كانوا بيدفعوا 10 مليون يعني 10 مليون في 10 السنه. مليون في الشهر 10 مليون في الشهر، يعني انت في السنه محتاج حوالي مبلغ 120 كبير، مليون يعني في جنيه الشهر 10 مليون 10 مليون في الشهر. ده كتير. إقامة الفريق في معسكر قائم. فأنا النهارده هجيب العشرة منين؟ السيد وزير الشباب والرياضة بيدعم بحدود 2 3 مليون جنيه، السيد المحافظ برضو مشكورا بيساند ب5 مليون جنيه. بس انت بتتكلم على مدار موسم. يعني السيد المحافظ لما يساهم ب7، هيئة قناة السويس تساهم ب5، شباب الرياضة تساهم ب3، مع الرعاية حوالي 20 مليون جنيه. فانت المبلغ ده مش هيجيب لك نص التكلفة. زائد ان انت مطالب انك انت تعمل صفقات جديده عشان تنافس على البطوله، لان جمهور المصري منتظر بطوله. احنا بقالنا 5 سنين بننافس على المركز الثالث والرابع، وللاسف ما حصلناش على بطوله سواء في الدوري او في الكاس. الناس الجماهير في بورسعيد منتظره ان النادي المصري خلال الموسم اللي جاي يكون حصل على بطوله سواء دوري او كاس، لان دي مش قليله. انت اخر بطوله حصلت عليها 98 بطوله كاس مصر. فده مش تاريخ النادي اللي بقاله 100 سنه يا استاذ عطيه. النادي المصري انشا 18 مارس 1920. فانت على مدار ال 100 سنه ما تاخدش بطوله محليه غير كاس مصر. احنا خدنا قبل كده كاس السلطنه بس الكلام ده في الثلاثينات. اه لكن من بعد ما اتنشأ كاس مصر ما خدناش الا بطوله واحده. خدنا المركز الثالث والرابع كتير حوالي 9 مرات، لكن ما خدناش بطوله. عشان ما كده خدناش تعاقدتوا بطوله. السنه دي مع مدرب علي ماهر. هو التعاقد مع الكابتن علي ماهر كان برضو
في توقيته كان كويس، لان ربنا ما وفقش الكابتن طارق عاشر المحترم، وجت ظروف كورونا واصابه اللعيبه والهزايم المتتاليه للنادي المصري. فطبعا اللي كان متواجد